يا مساء الهنا. النهارده هنعمل وصفه تشاينيز بالسمك السلمون، يعني باستا كده حلوه قوي 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 ومغذيه وطبق واحد. انتوا عارفين انا غاويه ال 3 in 1 دي، بحبه قوي. فهنعمل طبق فيه خضار وبروتين وكاربس كل حاجه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما نروح هقول لكم طريقه سلق المكرونه. هنجيب ميه وعليها سي سولت ونخليها تغلي. هنحط المكرونه ولو نشوف العبوه مكتوب عليها كام دقيقه، لو 8 دقايق مثلا هيبقى نسيبها 7 دقايق وبعد كده نتشيك لقيناها الادنتي يبقى تمام التمام. لقيناها لسه نسيبها الدقيقه اللي فاضله وناخدها نصفيها من غير ما نشطفها خالص، وناخد شويه من ميه السلق دي بتنفعنا لو الصوص بالكريم او كده بيخليه ريتش وتخين وحلو قوي. اول حاجه هعملها هحط زيت، هجيب السمك السلمون هحط عليه ملح وفلفل يا دوبك بس تتبيله خفيفه، وهاخده هنزل بيه بقى بالراحه خالص عشان هيتحروق. انا يا دوبك هسويه بعد كده بفتفته، فما يهمنيش شكله قوي لان انا هفتفته بعد كده مع الاكل التاني. كده السمك بتاعي جاهز على انه يكمل سواه مع الخضار. هحط شويه زيت، ثوم، هحط الكرنب اللي متقطع شرايح صغيره خالص، هحط الفلفل الالوان بعد الكرنب، بعد كده هحط الجزر المبشور والبصل الاخضر. كده انا لسه ما حطيتش حاجه من البهارات بتاعتي، بس عايزه الاول الخضره كلها تتقلب مع بعض. هبتدي بقى هرش رشه جنزبيل زي ما احنا عايزين، وشويه صويا صوص، وشويه دي بقى من عندي كده عشان تدي السويتنس بتاعت الحاجات التشاينيز، حته من عندي كده عسل اسود، شويه ملح وفلفل تانيين بس مش هنكتر الملح عشان الصويا صوص اصلا بيملح. هناخدهم الاول تقليبه وبعد كده هنزل بالسمك عليهم. خلاص كده هنزل بالسمك السلمون، هحط عليهم شويه سمسم محمص وخلي شويه على الوش. هبتدي انزل بالباستا الفيتوتشيني اللي هي سيتشيليانو، وهنبتدي عمليه التقليب بقى ايه العميقه. وكده جهزت الباستا بتاعتنا. هبتدي بقى اغرف الباستا اللي شكلها يفرح دي. كده هنحط شويه السمسم. بصوا بقى ده بقى بيدي كده التاتش الاخير كده. كده يبقى طبقنا جاهز. جربوه وقولوا لي رايكم. مستنيه اسئلتكم، كومنتاتكم، وصوركم، والمنشن عشان نكسر الدنيا.